تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة بقصيري بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الساعات الأولى من صباح الخميس 9 مارس الجاري من توقيف شخصين يبلغن من العمر 21 و25 سنة يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة بقصيري مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 1903 قرص مخدر، من بينها 1794 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل و109 من نوع إكستازي، بالإضافة إلى جرعات من مخدر الكوكايين وقطع من مخدر الشيرة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.